السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا قمر عامل ايه؟ كل عام وانت بخير وكل عيد وانت بخير، العيد خلص الحمد لله، كنت مبسوط وكلت لحمة وعملت كل حاجة، هترجع لحياتك تاني اللي كلها ضغط ومشاكل؟ انت عارف ان في حاجة بنعملها في العيد بتخلي حياتنا بعد العيد كلها مدربكة؟ لما كنتش عارف احب اقول لك معلش، اعمل لايك وشير وكومنت وتعالى اقول لك هتفرج علينا ازاي. انت تعيد انا اتنكد. ازيك يا قمر عامل ايه؟ المعايدة من اجمل الحاجات اللي بنعملها في العيد، بنسلم على قرايبنا واصحابنا ونتمنى لهم كل الخير، ونزور قرايبنا يمين وشمال ونعمل صلة رحم، حاجة في قمة الجمال، ومن اكتر الحاجات اللي بنقولها في العيد كل سنة وانت طيب. وهي دي المشكلة ليه يا محمود؟ تعال اقول لك، الموضوع ليه شق دنيوي وشق ديني. الشق الدنيوي ليه علاقه باللغه شويه، المشكله مش في جمله كل سنه وانت طيب، جمله كل سنه وانت طيب هي جمله جميله بنتمنى فيها ان كل حياتنا تبقى كويس وان انت تبقى طيب وسعيد ومرتاح طول حياتك. الفكره كلها ازاي ابقى مرتاح في وسط زمن مبهدلني، فلما تيجي تتمنى لي امنيه او تدعي لي ادعي لي صح. كلمة سنة معناها في اللغة إنها فترة فيها صعوبة وشدة وقحط، فقر ومشاكل. جبت الكلام ده منين يا محمود؟ احب اقول لك، راجع معايا سوره يوسف عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على لسان سيدنا يوسف لما كان بيفسر حلم للملك اللي شاف فيه 7 بقرات ضعاف كده بياكلوا 7 اسنان وسبع سنابل خضر والتانيين صفر كده ومبهدلين. فسيدنا يوسف قال كده، قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني هتفضلوا تزرعوا 7 سنين بكل طاقتكم، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. طب وبعد كده الآية اللي بعدها بتقول لك ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين صعبين جدا فيهم قحط وشدة وفقر وصعبين، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، هيضيعوا كل اللي انتوا زرعتوه في ال7 سنين اللي قبليهم. طب وبعدين هنفضل في الصعوبة دي كتير؟ لا، سيدنا يوسف قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني هيجي بعد كده عام، فترة من الزمن جميلة فيها رخاء وخير وسعة، حاجة في قمة الجمال. فالعام هي فترة فيها رخاء وفيها جمال كتير جدا. طب وجزء الديني، في حديث عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني ممكن وحضرتك بتقول لي كل سنه وانت طيب تبقى السما مفتوحه وتبقى الدنيا عليا سنه بجد بعد كده، حرام عليك يا جدع، ايه ده؟ ايه صح؟ يعني نعمل احنا دلوقتي يا محمود ولا حاجه خالص، تبدل كلمه سنه بكلمة عام بس كده؟ لا، تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل منشن لكل اصحابك عشان تبقى اتكلمت النهارده عن ربنا وسمعت الناس حديث جديد. اعمل سيرش على هاشتاج معلش هتفرج على كل السوشيال ميديا هتلاقيني هناك. انا بحبك في الله، سلام يا قمر.